الفطير المشلتت معايا هتعمليه من غير ما تتعبي فيه. تعالي بقى يا ست البنات اقولك على طريقه هتعجبك قوي وانتي واقفه كده في كام دقيقه هتحضريه. هيطلع معاكي ذهبي ومورق والطعم رهيب. في الاول كده اوزني نص كيلو دقيق يعني 4 كوبايات، معلقه صغيره ملح وكوبايه ونص ميه. واعجني كويس في العجان او في طبق غويط. المهم العجينه تبقى معاكي طريه ومتماسكه الى حد ما. مسحه زيت وقطعي العجينه 4 كور وغطيها وسيبيها ترتاح نص ساعه. بعد كده هاتي 3 مكعبات زبده ومعلقتين زيت وسيحيهم، ورش دي على الرخامة. وهاتي أول كرة قطعتيها وافرديها على شكل مربع أو مستطيل، وادهني وشها بالزبدة وبالسكينة أو بالمقطع حوالين حرف العجينة وقطعيها بالطريقة اللي شفتيها. بعد كده طبقيها واركنيها 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هاتي البلانشة وافردي عليها كده فرشة زيت أو زبدة، وهاتي الفطيرة وافرديها. بعد كده تعالي معايا علشان نسويها. حطي في الطاسة معلقتين زبدة مع زيت وعلى نار هادية سويها. أول ما تاخد لون دهبي اقلبيها وهتاكلي أحلى فطير طري عايزه تعملي فطير مشلتت وما عندكيش ولا ترابيزه ولا طبليه كبيره تفردي وتورقي وتطبقي عليها، مش مشكله، هنعمله على رخامه المطبخ بطريقه سهله قوي. هاتي بس كيلو دقيق وحطي له 3 كوبايات ميه ومعلقه صغيره ملح وعجيني كويس قوي. قسمي العجينه ل3 اجزاء او 4 اجزاء وسيبيها ترتاح ساعه. خدي اول جزء وفرديه على الرخامه بالشكل ده وادهني الوش بتاعه بالسمنه على زيت او زبده على زيت. لفيها رول. بعد كده اقسميها لنصين، بططي الرول بالشكل ده، وكل ما تبططي ادهني برضو سمنه. بعد كده طبقيها، بعد كده لميها على شكل دايره هتبقى معاكي بالمنظر ده. حطيها على الصينيه وسيبيها ترتاح نص ساعه. هاتي بقى اول فطيره انتي طبقتيها وحطيتيها في الصينيه، وادهني ايدك بطبقه سمنه او زبده وافردي العجينه بالشكل ده. هتلاقي الفطيره ملت الصينيه واتفردت معاكي بكل سهوله مادام سبناها ترتاح كويس. حطيها في فرن سخن قوي على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، كلي احلى فطير منفوخ ومورق. فطيرة الفطاطري بالسكر واللبن لو بتحبيها تعالى اوريك ازاي تعمليها من غير فرن. طريقة سهلة ومكونات بسيطة. بس في الاول هاتي كيلو دقيق، حطي له كوبايتين ونص مية ورشة ملح بسيطة، وعجيني حلو قوي لحد ما تبقى عندك عجينة ناعمة ومتماسكة. بعد كده قطعيها وكوريها ل6 حتت او 8 حتت او زودي العدد زي ما تحبي، وسيبيها ترتاح نص ساعة. وهاتي شوية سمنة حطيهم على الرخامة وحطي حتة العجينة وابتدي بكف ايدك افرديها. وبعد ما تفرديها من على الحروف بتاعتها ورققيها، وكل ما ترققيها وتفردي في العجينة بالسمنة رشيها، يعني شوية السمنة كده على الوش وزعيها. وحطي في النص شوية زبيب وجوز هند وابدأي طبقيها. وبعد ما تطبقيها بالشكل ده تعالي على نار البوتاجاز من فوق سويها. حطي شوية سمنة في الطاسة وانزلي بالفطيرة وخلي النار هادية وسويها. واما تاخد لون ذهبي الناحية التانية قلبيها. واول ما تطلع على طول باللبن اسقيها ورش السكر البودرة عليها وكلي احلى فطيرة سكر ولبن.